أستغفر الله. شرفة يتنفس منها القلب كلما حاصرته الهموم وخنقت أنفاسه. نور من لزمه أضاءت سماوات روحه وسمت إلى العلياء. ميثاق اطمئنان غفل عن الاحتفاظ به الكثير. بشارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أحمد. الله من ذنب يؤرقني ويطرد النوم عن عيني ويحزنني. أستغفر الله كيف الرب أعصي. وما أدراك ما الاستغفار؟ جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له: يا إمام، نشكو جدب أراضينا، يعني ما في مطر. قال: استغفر الله. وجاءه ثاني قال: يا إمام، نشكو الفقر. قال: استغفر الله. وجاءه ثالث قال: يا إمام، ما عندنا أولاد. قال: استغفر الله. قال أحدهم للحسن: كلما طلب منك أحدهم طلبا رددت عليه نفس الجواب فقط الاستغفار؟ قال: نعم. ألم تقرأ؟ فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللي استغفر ربنا 100 مرة هيرزق قوة معينة، واللي استغفر 1000 مرة قوة أكتر، واللي 40,000 مرة لا خد بقى، خدت بالك الوضع عامل ازاي؟ فعلى قدر استغفارك ترزق هذه القوة. يبقى ايه؟ يبقى بدل ما عمال بتدور طب استعمل ايه واجيب ايه ومش عارف اعمل ايه، استغفر. ربنا هيعطيك قوة تعينك على الزواج، وقوة تانية وعلى ايه؟ على الانجاب. كان احد السلف كان دائما يكثر من قول استغفر الله، الحمد لله، استغفر الله. فواحد قال له: ألا تحسن غير ذلك؟ قال: بلى، أحسن كثيرا من الذكر، ولكن العبد ما بين شيئين، ما بين نعمة تستوجب الحمد وما بين ذنب يستوجب الاستغفار، فأنا أحمد الله على نعمي وأستغفر الله من ذنوبي. استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروا. استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروا. سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا. طب ايه تاني من فوائد الاستغفار؟ الله أكبر. ده بلغة المدرسين ده البشورة اللي بتمسح لك كل ذنوبك بإذن الله. ازاي؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند البيهقي بإسناد حسن: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. من الاستغفار، أي نعم، كتر الاستغفار. الصحيفة بتاعتك مليانة ذنوب، الاستغفار يمسح الذنوب، امسح. فالاستغفار توبة، ده مجرد الندم توبة، فما ظنك بالاستغفار؟ هتسأل يمسح الذنوب، ينظف لك الصحيفة، يخليها زي الفل. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي.
يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أستغفر الله أستغفر أستغفر الله أستغفر الله